مساءكم سعيد مشاهدينا من القناة الأولى بالرباط. هذه نشرة الأخبار مباشرة وهذه أبرز عناوينها. الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق يرى النور في إطار الربط المائي البيني للأحواض المائية. مشروع ضخم ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية من أجل تأمين التزود بالماء الشروب في ظل الوضعية المائية الراهنة المتسمة بشح التساقطات المطرية وتنامي الحاجيات الوطنية من المياه. رؤية ملكية سامية لضمان الأمن المائي بالمملكة تتجلى في اعتماد حلول ومقاربات متعددة لتعبئة المياه. من بين الحلول المعتمدة لسد الخصاص في الماء تحلية مياه البحر كتجربة نموذجية خرطت فيها المملكة لمواجهة التغيرات المناخية. إلى حوض أبي رقراق وصلت أولى الأمطار المكعبة من مياه حوض سبو. العمليات تدخل في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي لرابع 10 أكتوبر 2022 حول الربط المائي البيني للأحواض المائية. مشروع ضخم من أجل تأمين تزويد محور الرباط الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، وكذا تخفيف الضغط على سد المسيرة. رضا عمو، مهدي الشطيبي، العرب النهيري وجهاد ليبري. هي أولى الأمطار المكعبة من مياه حوض سبو تصل إلى حوض أبي رقراق، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي في 14 من أكتوبر سنة 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 حول الربط المائي البيني للأحواض المائية. وفي هذا الصدد بادرت وزارة التجهيز والماء بصفتها صاحبة المشروع وبتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية خلال شهر دجنبر 2022 إلى إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو انطلاقا من سد المنع بحوض أبي رقراق على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله. الزيارة الميدانية لرئيس الحكومة شملت الوقوف على سير هذا المشروع والذي يهدف إلى تحويل فائض مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، وكذا لتخفيف الضغط على سد المسيرة. هذا برنامج ملكي كبير اللي داخل في نطاق الأوراش اللي تقدمت لصاحب الجلالة ديال المخطط المائي، تحويل ديال الماء من المنطقة ديال سبو لأبو رقراق غادي تنفع الدار البيضاء وغادي تنفع الرباط وبالخصوص الرباط. الماء اللي كان كيشيط ولا كيمشي للبحر يعني في هذه المنطقة اللي فيها واحد العدد ديال المياه اليوم غادي تستغل وغادي يمشي عن طريق هاد 70 كيلومتر باش يمشي للباسان ديال أبي رقراق، وهذا الشيء غادي يخلي انه الحمد لله يكون واحد التوازنات في هذا. اليوم الورش اللي كنزوروه هي ورش ميداني، كنشوفوا بانه الحمد لله بفضل واحد العمل كبير اللي بعد التعليمات ديال صاحب جلاله اللي قامت به الحكومه ويعني وزاره الماء، وزاره الفلاحه، وزاره الداخليه، واحد العدد، وزاره الماليه كذلك، اللي كانوا كلهم وراء هذا المشروع. الحمد لله حاولنا وبالفضل ديال العدد ديال الشركات اللي اليوم عندهم واحد المستوى عالمي اللي هما مغاربه، برنامج اللي كان يمكن يتعمل في 3 سنين اليوم تعمل تقريبا في بين 8 شهور و10 شهور. ويتكون هذا المشروع والذي تقدر كلفته الإجمالية حوالي 6 مليار درهم من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على وادي سبو، 67 كيلومتر من القنوات الفولاذية، محطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، وحوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله. وقد تطلب إنجاز هذا المشروع ما يناهز 9 أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 من الشهر الجاري لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبيب أولي لا يتعدى 3 متر مكعب في الثانية، وسيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح ما بين 350 و400 مليون متر مكعب. والماء
انتم شفتوا بانه وصل المنطقه، ولكن احنا باقيين في الواش. هذه زياره ميدانيه لانه تعملوا لي موطو الاولين، موطو بومب الاولين، وباقيين وحدين اخرين خصهم يتعملوا، وباقيين وحدين اخرين جايين في الطريق، وان شاء الله في اخر اكتوبر غادي نتوصلوا لهذاك الديبي اللي بغينا باش يوصل للرباط ويوصل للدار البيضاء ان شاء الله في المستقبل، واللي هو تقريبا مليون ديال المتر مكعب يوميا. 30 مليون ديال المتر مكعب الشهر هي تقريبا 350 ولا 360 مليون ديال سنويا. إذا برنامج مهيكل دار في ظروف يعني محكمة وظروف اللي هي صعيبة، ولكن الحمد لله بفضل يعني التفاعل ديال الجميع، لا من الوزارات اللي هي معنية واللي هي مشكورة، ولا من كذلك طرف الناس ديال لونفا ولا لاجونس ديال الباسان ديال سبو. كل هذا الشيء عملوا واحد المجهود اللي كبير اللي خلاو ان الحمد لله التعليمات ديال صاحب جلاله والاوراش الكبرى ديال صاحب جلاله كما دائما كنقولوها هي من الاولويات واللي خصها تنزل في الميدان بدون سياسه، وباش يشوفوا الناس بانه بلادنا الحمد لله فيها العمل وفيها المعقول. هذا مشروع مهيكل، مشروع جاء لحل اشكاليه الماء الشروب على مستوى الرباط وايضا شمال الدار البيضاء. فالكميات اللي غتحول هي مليون متر مكعب يوميا، وتقريبا واحد 350 حتى 400 مليون متر مكعب سنويا. فاليوم احنا في المرحله الاولى عندنا 4 ديال لي موطون بومب، الشيء اللي غيخلينا اننا نمشيو بصبيب ديال 6 متر مكعب في مرحله اولى، وايضا غنواصلوا الاشتغال باش ننتهيوا ان شاء الله في الاشهر القادمه باش يمكننا نحولوا ما مجموعه 15 متر مكعب في الثانيه. إنجاز هذا المشروع تم بكفاءة وخبرة وطنية من مجموعة من المقاولات ومكتب دراسات والمختبر العمومي، كما تم تكليف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بتتبع كل مراحل الأشغال. ولتسليط الضوء على أهمية هذا المشروع المائي الضخم يحضر معنا ضيفا في بلاطو الأخبار هذا المساء السيد حمو بن سعدوت، مدير عام هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة أستاذ. مرحبا. إذن بعد تدفق الأمطار المكعبة الأولى من المياه لمشروع ربط حوض سابو بحوض أبي رقراق، أسألك عن الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الضخم، ثم كلفة هذا المشروع سواء من الناحية المالية أو من ناحية المدة الزمنية. الأهمية ديال هذا المشروع يمكننا نلخصها في عنصرين أساسيين. أولا وكما جاء في الروبورتاج هو الاستفادة من فائض مياه ديال حوض سابو. حنا تنعرفوا بأن سنويا تتمشي لنا واحد المعدل ديال 800 مليون متر مكعب من الأمطار المكعبة ديال الماء اللي تتمشي للبحر من حوض سابو، وبالتالي فهذا المشروع غادي يمكن من تحويل ومن الاستفادة ديال هاد المياه اللي تضيع للبحر. العنصر الثاني كيكمن في يعني في التامين ديال الزويد المحور ديال الدار البيضاء والرباط، بين الرباط والدار البيضاء، مرورا بطبيعه الحال المدن ديال بوزنيقه محمديه بن سليمان، من الماء الصالح للشرب بصفه مباشره. وحنا هنا تنتحدثوا على 12 مليون نسمه اللي غتستافد مباشره من هذا المشروع. بالنسبه للكلفه ديال المشروع، فالكلفه تتوصل ل 6 مليار ديال الدرهم، وكلها بتمويل مغربي 100%. تقديرات سي سعدود تشير إلى إمكانية تحويل بشكل سنوي أو حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو تتراوح بين 350 و 400 مليون متر مكعب سنويا. أين تتجلى الأهمية البالغة لتحويل فائض مياه نهر حوض سبو التي كانت تضيع سابقا بالمحيط الأطلسي في حوض أبي رقراق، خاصة وأننا نتكلم أن يعني ساكنة تقدر ب 12 مليون نسمة ستستفيد من الإمدادات المائية. كيف سيتم ذلك وكيف سيتم تخفيض الضغط على سد المسيرة؟ بالنسبة للتحويل ديال فائض مياه حوض سابو، بحال اللي جا في الروبورتاج غادي يكون واحد الحجم سنوي اللي كيتراوح ما بين 350 و 400 مليون متر مكعب. هذا الحجم هذا غادي يتم التخزين ديالو على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله، وهذا السد هذا تيزود المحور ديال الرباط الدار البيضاء الشماليه.
وبطبيعة الحال كاين ما تبقى من مدينة الدار البيضاء الجنوبية يتم تزويدها من المنظومة ديال سد المسيرة، وبالتالي فهناك أشغال اللي جارية حاليا من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لربط المنظومه ديال الدار البيضاء الشماليه بالدار البيضاء الجنوبيه باش يمكننا ان شاء الله في المستقبل نزودوا مدينه الدار البيضاء كلها من سد سيدي محمد بن عبد الله، وبالتالي في ذاك الحجم ديال المياه اللي كتجي من سد المسيره غادي يتم يعني نقتصدوها، خصوصا وان دابا مدن ديال الجديده وديال اسفي اللي كيتم التزويد ديالهم من سد المسيره. في اسفي بدينا امتدادا من 16 غشت الماضي كنزودوا المدينه جزئيا انطلاقا من مياه التحليه، وبالتالي هذه المياه هي اللي كانت كتمشي ديال تزويد مدينه اسفي غيمكن الاقتصاد ديالها على مستوى سد المسيره. وحنا تنعرفوا بان هذا سد المسيره يزود ايضا مدينه مراكش بالماء الصالح للشرب، وبالتالي فان هذا المشروع ديال الربط ديال حوض سابو بحوض ابي رقراق سيمكن من تامين تزويد الشريط الساحلي وايضا تخفيف الضغط على سد المسيره باش يمكننا هذه المياه نخصوها سواء لتزويد مدينه مراكش بالماء الصالح للشرب او تزويد المدارات السقويه المجاوره ايضا بالماء. نعم، طيب نبقى في نفس الاطار سيد بن سعدود، ادعوك وادعو الساده المشاهدين لمتابعه هذه الشاشه التفاعليه حول هذا المشروع المائي الضخم، مشروع ربط حوض سابو بحوض ابي رقراق، اعدها الزميل مهدي محب لنتابع. اهلا بكم. الأمطار المكعبة الأولى من مياه حوض سابو تصل إلى حوض أبي رقراق في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سابو بحوض أبي رقراق. هذا المشروع يهدف إلى تحويل فائض مياه حوض سابو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، وكذا تخفيف الضغط على سد المسيرة. إنجاز هذا المشروع تطلب ما يناهز 9 أشهر وكلف غلافا ماليا يقدر بحوالي 6 ملايير درهم، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من يوم 24 غشت الحالي لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بصبيب أولي لا يتعدى 3 أمتار مكعب في الثانية، وسيتم في غضون الأسابيع القادمة الزيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، مما سيمكن من تحويل حجم سنوي يتراوح بين 350 و 400 مليون متر مكعب. هذا المشروع يتكون من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على وادي سابو، يتكون أيضا من 67 كيلومتر من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم، يتكون أيضا من محطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، ومن حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله. إشارة مهمة يجب إبرازها وهي أن إنجاز هذا المشروع تم بكفاءة وخبرة مغربية. ونتابع حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو السيد حمو بن سعدود. أذكر أنتم مدير عام هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء. سيد بن سعدود، كما تابعنا وكما ذكرت قبل قليل هو مشروع مائي ضخم، هو الأول من نوعه في إفريقيا ويعتبر في مراحله العملية الأولى. أسألك عن ما هي المراحل المقبلة، أو بصيغة أخرى ما هي الأولويات التي سيتم الانكباب عليها في المديين القريب والمتوسط؟ اولا هنا بحال اللي كان جا في التصريح ديال السيد رئيس الحكومه، يعني هذا المشروع راه مازال ورش حاليا. صحيح ان بدينا كان في الاستغلال ديالو بواحد الصبيب ديال 3 متر مكعب في الثانيه، ولكن راه مازال الاشغال اللي غيتم الانجاز ديالها اشغال اللي تتعلق بالمضخات، بوضع المضخات واجراء يعني التجارب عليها، وتدريجيا غادي نطلعوا ل 6 ديال المتر مكعب في الثانيه، ثم غنوصلوا ان شاء الله في خلال شهر اكتوبر ل 15 متر مكعب في الثانيه. هذه هي الاولويه الاولى، هو انهاء الاشغال بصفه نهائيه. نعم. وثانيا الاستغلال ديال هذا المشروع، يعني الاولويه ديالو راه تتعطى الماء الصالح للشرب،
والى ان شاء الله جات الشتاء هذا العام وكانت سنه ماطره، فغادي نمكنوا ايضا من انطلاقا من هذا المشروع يعني تخصيص واحد الحجم ديال المياه من اجل السقي. وحنا تنعرفوا بان بلادنا حاليا في حاجه للانتاج الفلاحي في هذا الوقت ديال الجفاف. نذكر سيد بن سعدوت أن هذا المشروع يتم إنجازه بكفاءة مغربية وبخبرة مغربية، يصنع بأنادي مغربية 100%، دائما في إطار تدبير وبتمويل مغربي أيضا، وبتمويل مغربي كذلك. دائما في إطار تدبير الموارد المائية ببلادنا نتحدث عن تحلية مياه البحر، وأدعوك لمتابعة هذا الروبورتاج. التغيرات المناخية مشاهدينا وتوالي سنوات الجفاف أثرت بشكل سلبي على الرصيد الوطني من المياه، فجاءت الرؤية الملكية السامية بحلول لهذه الإشكالية من خلال تعبئة المياه غير الاعتيادية، خصوصا عبر تحلية مياه البحر. محطة شتوكا أيتباها بجهة سوس مسا ثمرة لهذه الرؤية الملكية الرامية لضمان الأمن المائي للمملكة. عبد الحميد جبران، جمال الخضيري، أيوب شبلي وبلال أسد. في سياق وطني ودولي يتسم باستفحال مظاهر التغيرات المناخية وتناقص الموارد المائية في الوديان والسدود والفرشة المائية، كان لزاما على المغرب البحث عن حلول بديلة. الحل وجد في سواحل المملكة، تحلية ماء البحر. ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها، وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027. جهة سوس ماسا تعاني من نقص كبير في مصادر المياه وتراجع مقلق في حقينة السدود والوديان. فبراير 2020 جلالة الملك محمد السادس نصره الله يحمل البشرى السارة لساكنة الجهة، وهو يعطي جلالته انطلاقة أشغال محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الشوكا أيتباها. بعد سنتين من الأشغال رأى هذا المشروع النور وأنقذ أكادير والمناطق المجاورة لها من شبح العطش والجفاف. هذه المحطة ثمرة للرؤية الملكية السامية في مجال تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية. هي اليوم الأكبر من نوعها على المستوى الوطني، وواحدة من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر بالقارة الإفريقية. جهة سوس مسا كباقي الجهات عرفت واحد التأثير ديال سنوات الجفاف، وبالتالي كان لابد من وجود حلول بديلة. هذه الحلول اللي هي اللجوء إلى تعبئة الموارد الغير التقليدية أخذ بعين الاعتبار يعني الرؤية الملكية السامية. وبالتالي هذه المحطة تصفية الماء البحر هي واحد المشروع استراتيجي، لأنه دار بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك عنده أهداف ديال الماء صالح للشرب وكذلك الفلاحة. المحطة وقعها اليوم كبير اجتماعيا واقتصاديا على جهة سوس ماسا من خلال توفير حاجيات مياه الشرب لأكادير والمدن المجاورة، فضلا عن دعم القطاع الفلاحي بسهل الشوكا من خلال سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر، واللي كان سيدنا المشروع الانطلاق ديالها 2020 في شتوكا ايتباها، وهذه رساله مهمه للجهه. فاليوم الحمد لله كنشوفوا اول ثمرات واول نتائج ديال استراتيجيه الجيل الاخضر، وهو انجاز محطه لتحليه المياه من اجل سقي منطقه شتوكا، وكذلك من اجل الماء الصالح للشرب لاكادير الكبير. والحمد لله هذا مشروع مهيكل مهم جاء لعدة أسباب. أولا للمحافظة على الاستثمارات المهمة في القطاع الفلاحي، أكثر من 9 مليار ديال الدرهم. المحافظة كذلك على القيمة المضافة ديال السلاسل الموجودة بالنسبة للخضروات، خاصة الخضروات منطقة السوكا، وكذلك جانب اجتماعي مهم وهو المحافظة على اليد العاملة. طموح المملكة في تحويل ماء البحر إلى ماء صالح للشرب والسقي لا يتوقف عند هذا الحد، فالرؤية الملكية السامية تسعى لتعميم هذه التجربة على باقي ربوع الوطن من خلال تشييد مزيد من المحطات لتحلية مياه البحر، أبرزها محطة الداخل والدار البيضاء التي ستكون الأكبر على المستوى الإفريقي لضمان الأمن المائي للمملكة
للسنوات والعقود القادمة. سيد بن سعدوت، الربط المائي البيني بين الأحواض المائية من الحلول المبتكرة التي تنسجم مع الرؤية الملكية السديدة لتدبير الموارد المائية ولضمان الأمن المائي بالمملكة. أتساءل معك عن رؤية جلالة الملك، على مدى تتأسس هذه الرؤية الاستشرافية في هذا المجال، وماذا تمثل بالنسبة إليكم توجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله الرامية إلى اعتماد حلول مبتكرة وناجعة في مجال تدبير الموارد المائية؟ الرؤية الملكية السامية بالنسبة لنا هي مثابة خارطة طريق في مجال الماء، وهي ترتكز أساسا على 3 ديال العناصر أساسية. الأولى هو تعزيز العرض المائي، عبر مواصلة بناء السدود. وحنا تنعرفوا بأن بلادنا راكمت واحد التجربة مهمة في هذا المجال، واحد الخبرة أيضا، ولكن ايضا اللجوء الى المياه الغير الاعتياديه. وكما تابعنا في الخطاب ديال صاحب الجلاله نصره الله ديال 14 اكتوبر 2022 بمناسبه افتتاح البرلمان، احنا حاليا عندنا واحد الحجم تقريبا سنوي ديال التحليه ديال 180 مليون متر مكعب. وبهذه المشاريع اللي عطى انطلاقه ديالها صاحب الجلاله، فغادي نوصلوا او نتجاوزوا مليار ديال المتر مكعب. مثلا تنهضروا على المحطه ديال الدار البيضاء اللي غتكون اكبر محطه في افريقيا، 300 مليون متر مكعب. البرنامج ايضا ديال المكتب الشريف للفوسفات 560 مليون متر مكعب. المحطه ديال الجهه الشرقيه 250 مليون متر مكعب، اضافه الى المحطه ديال الداخله والمحطه ديال الشوكه ايتباها. فهذا المزيج من تزويد الماء الصالح للشرب غادي يجعل بلادنا ان شاء الله عن منأى هذه التغيرات المناخيه. الركيزه الثانيه كتتعلق بالاقتصاد في مجال الماء، يعني تدبير الطلب على الماء والاقتصاد فيه، خصوصا في مجال الري، وكذلك ايضا في مجال تحسين الشبكات المائيه، المردوديه ديال الشبكات المائيه. وعندنا ايضا الركيزه الثالثه هي المحافظه على جوده الماء من التلوث. وبالتالي يعني كل هذه التوجيهات ديال صاحب الجلاله كتعطينا واحد خارطه الطريق في مجال الماء. ولا ادل على ذلك ان هذا المشروع ديال الربط البيني ديال الاحواض المائيه تكلم عليه صاحب الجلاله في 14 اكتوبر 2022. بدينا الاشغال في دجنبر 2022 ونهينا الاشغال ديال الهندسه المدنيه نهايه غشت 2023، يعني 9 شهور. يعني وصلنا الماء في واحد الحاله ديال سد سيدي محمد عبد الله اللي واصل 15% تقريبا ديال نسبه الماء. وبالتالي هذا الرؤيه المتبصره ديال صاحب الجلاله دائما كتجعلنا اننا نقوموا بمشاريع في المستوى وفي الوقت المناسب. أشكرك جزيلا سيد حمو بن سعدوت، أنتم مدير عام هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء. شكرا على كل هذه المعطيات. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا.